يا ترى كم مره في اليوم ايدك بتروح للتليفون وتفتح الفيسبوك، ومن الفيسبوك للانستجرام، ومن الانستجرام للتيك توك، وحرفيا بتكون لسه واخد اللفه دي قبلها بدقايق؟ طب مش ملاحظ انك مش بتستحمل تتكلم مع حد في موضوع لمده طويله من غير ما تحاول ان انت تغير الموضوع اللي بتتكلم فيه كل شويه؟ طب هو ليه الملخصات السريعه سواء كانت للافلام او للكتب بقت تشدك اكتر من الفيلم او الكتاب نفسه؟ اسمح لي اقول لك ان كل ده بيحصل لك بسبب ان مدى انتباه مخك بقى اقل من الطبيعي، وده بسبب الفيديوهات القصيره او مقاطع الريلز، واللي حرفيا بتعمل لك غسيل مخ كل يوم، واللي عمرك ما هتتخيل قد ايه ممكن تدمر انتباهك وتركيزك ومخك كله. مخك انت الشخص البالغ اللي غالبا نمو مخه بيكون شبه اكتمل، ما بالك بقى بالاطفال اللي مخها بينمو على الحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الهادي الأمين. واحدة من أهم مصادر التشتت وعدم التركيز في حياتنا وهي الفيديوهات القصيرة أو مقاطع الريلز. علشان أوضح لك الموضوع هنرجع لسنة 2018، لحظة إصدار تطبيق التيك توك، واللي كلنا عارفين بيعتمد على المقاطع القصيرة أو الفيديوهات اللي مش بيتعدى مدتها 30 ثانية. ومع النجاح الكبير اللي حققه التيك توك، وبدأت التطبيقات التانية تستخدم نفس الاستراتيجية اللي بيعتمد عليها التيك توك، وهي استخدام المقاطع القصيرة أو فيديوهات الريلز. جميع المواقع حرفيا بقت تستخدم نفس الطريقة، سواء كان الفيسبوك او الانستجرام او حتى اليوتيوب. وطول ما الحاجه دي هتزود ارتباط المشاهد بالتطبيق، اذا هيكون في اعلانات اكتر ونسبه الارباح هتزيد، ومش هيكون فارق مع الشركات دي انت اتحولت لايه او مخك بقى عامل ازاي. وللاسف مدى انتباهك بسبب الفيديوهات القصيره اتحول لحاجه اسمها التيك توك براين، وان مخك اتعود على مدى انتباه ممكن يتراوح من 6 ل 10 ثواني بس، بمعنى انك ما بتقدرش تركز او تنتبه لحاجه الا لمده 10 ثواني بس، وبعدين بتكون حابب ان انت تغير انتباهك لحاجه تانية. واكبر دليل على كده هتلاقي الشخص المصاب بالتيك توك براين مش قادر ان هو يكمل الفيديو ده، وحابب ان هو يغير الفيديو لحاجه تانية. ومش بس مدى الانتباه عندك اللي بيتاثر، ولكن الشركات دي بدات تهتم وتنمي عندك حاجه اسمها التعزيز العشوائي، علشان تخليك زي ما قلنا في بدايه الفيديو انك كل شويه تفتح الموبايل بتاعك تشوفه بيقول ايه، وبعدين تقفله وترجع تفتحه مره تانية وهكذا. وعلشان اوضح لك الموضوع ده بيتم ازاي، هرجع بيك لسنه 1948 لما عالم اسمه سكينر عمل تجربه على مجموعه من الفئران، واللي كانت عباره عن انه جاب مجموعه من الفئران وحطهم جوه صندوق، وخلى جوه الصندوق ده زرار ملون بلون مختلف. ومن اليات تطبيق التجربه دي كان الضغط على الزرار الملون اللي قلنا عليه من شويه بينزل للفئران قطعه اكل. فكان اللي بيحصل واللي هو الطبيعي ان كل ما الفار يحس بالجوع بيضغط على الزرار تنزل له قطعه اكل، وبعد ما ياكل بيروح يكمل يومه عادي جدا. الغريب بقى في الموضوع لما الدكتور سكينر حب يغير في التجربه دي، وخلى الضغط على الزرار ممكن مثلا مره ينزل قطعتين اكل، ممكن مره كمان ينزل 5 قطع اكل، ممكن مرات ما ينزلش حاجه خالص، وخلى مكافاه الضغط على الزرار عشوائيه وغير متوقعه. واكتشف ان الفئران بقت مهووسه بالزرار ده، ونسيوا النوم والاكل واي حاجه هم بيعملوها، وفضلوا يدوسوا على الزرار في انتظار المكافاه العشوائيه، برغم انهم ممكن ما يكونوش محتاجين للاكل اصلا. والعالم سكينر خرج من التجربه دي بنظريه اسمها التعزيز العشوائي، واللي ببساطه معناها ان كل ما تدوس على الزرار اكتر، كل ما فرصتك في الفوز او في المكافاه العشوائيه ممكن تكون اكبر. والتعزيز العشوائي ده للاسف بيسبب حاله من الادمان، وده علشان بيفرز ماده الدوبامين، واللي هي مسؤوله عن شعورك بالمتعه او اللذه. والماده دي بيتم افرازها اثناء سعيك في الحصول على المكافاه الغير متوقعه زي ما قلنا، بمعنى انك كل ما بتلعب وبتتوقع جايزه معينه، كل ما مخك بيفرز ماده الدوبامين، وكل ما الجوائز هتكتر كل ما هيزيد معاها افراز ماده الدوبامين، واللي زي ما قلنا مسؤول عن احساسك بالمتعه وتحويلك لشخص مدمن للحاجه دي. ولو عايز تعرف اكتر عن ادمان الدوبامين هسيب لك لينك فيديو يوضح لك الموضوع بالتفصيل في وصف الفيديو ده. وقفنا عند التعزيز العشوائي. يمكن من اكتر الحاجات اللي ممكن نلاحظ ان هي بتستخدم نظريه التعزيز العشوائي هي شركات الالعاب، واللي بتخليك كل ما تعدي مرحله معينه كل ما بتلاقي جايزه مختلفه. وهكذا التيك توك بقى يقدم لك التعزيز العشوائي ده في شكل فيديوهات قصيره، وخوارزميات التطبيق بقت تهتم بالفيديوهات اللي انت بتشوفها اكتر علشان تقدر تعرض لك منها عدد ما لا نهايه. والفيديوهات كلها بتكون صغيره علشان يضمن ان هو يعرض لك اكبر عدد ممكن من الفيديوهات، يعني ممكن مثلا تشوف 100 فيديو في حوالي نص ساعه بس، وده علشان يزود عندك افراز ماده الدوبامين ويحولك لشخص مدمن. وال100 فيديو دول كمان المشكله الكبيره ان هم بيكونوا فيديوهات عشوائيه، يعني مره تشوف مقلب، مره تشوف واحد بيغني، مره تشوف واحده بترقص، مره عياط، مره انبساط، وحرفيا تضارب تام بيحصل لمشاعرك كل 30 ثانيه. وطبعا كل الكلام ده بيأثر على حياتنا، سواء كان شغل او علاقات او جواز او اي حاجه، وبينعكس على مخك اللي بيخليك احيانا ممكن تستصعب ان انت تقعد تقرا كتاب لمده طويله. وطبعا مش محتاج ان انا اقول لك تاثير الحاجه دي على اولادك، سواء كان على سلوكهم او شخصيتهم او حتى مستواهم الدراسي. التيك توك والفيديوهات القصيره ما هي الا منصات بتعتمد على علم النفس السلوكي، وبيستغلوا مخك في ان هم يزودوا اعلاناتهم وارباحهم، وبيكون مش فارق معاهم انت اتحولت لايه وبقيت فاشل اجتماعيا ودراسيا ازاي. ويمكن ده اللي خلى ناس كتير مشاهير بيطلعوا يتكلموا ويحذروا من استخدام تطبيق زي التيك توك. Here in the US, if you're below 13, you get a very restricted version of TikTok.
And in many other countries around the world, we don't allow users who are below 13. People have to understand, are you using your device or is your device using you? Can you put it down? Can you turn it off? We now know that many of the major social media companies hire individuals called attention engineers who borrow principles from Las Vegas casino gambling, among other places, to try to make these products as addictive as possible. These terms like Facebook depression and everything. What's that? This is social media depression because whereas everyone's looking at their feed and they're comparing their lives to other people, their highlights of other people's lives. Wow. And وده كده كان فيديو النهارده. ما تنساش تقول لنا رايك في التعليقات وتشوف الفيديوهات اللي هتظهر لك على الشاشه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.